ماذا عن الخيار الفيدرالي وعودة الملكية إلى العراق مثلا؟ أنا لم أسمع بهذا الكلام، ستستغرب من جوابي. أنا أبني تحليلاتي على كلام أقرأه موثقا. لم يطرح هذا الكلام إلا من المؤتمر الوطني بعد مؤتمر صلاح الدين سنة 1993. أما هذا المشروع لم يطرح من أحد. أقرأ أن هناك من يرغب وأن هناك من يطرح مثل هذا الكلام. العراق أولوياته الآن هو الخلاص من عذاب المبني على عقاب جماعي من الخارج وعلى عقاب جماعي من الداخل، على تفتيت البنية من الداخل وعلى التعامل مع الناس مجرد من كراماتها وحقوقها الأساسية، وعلى وجود إيذاء عام من الخارج حتى في التعامل مع النوع العراقي كنوع عراقي. الخلاص يجعل من كل الموضوعات الأخرى ذات أولويات ثانوية. ما هو شكل العراق في السنوات العشر المقبلة؟ أي حديث الآن هو عبارة عن ترف فكري. المعضلة الآن كيف ينتقل العراق بأقل ما يمكن من التضحيات بدون العبور على جسر من الدم إلى وضع أفضل. الوضع الأفضل هو العودة إلى الأساسيات. أنت أمام شعب لا يتمتع مجتمعه بأمن اجتماعي، لا تغطيه وتذهله الجريمة والسرقة، لا يحصل فيه الفرد على حاجته الأساسية ليس من الغذاء والدواء ولكن من الهواء الصالح، من الهواء النقي في بيئته. أنت تتحدث عن مجتمع لا يعترف للإنسان بحقوقه الآدمية، يعني لا يعترف للإنسان بحقه في طريقة الموت، يعني يمثل به وهو ميت. أنا لا أتحدث الآن عن حقوق في ممارسة الحياة في السياسية، أنا لا أتحدث الآن عن أسلوب التمثيل في البرلمان الديمقراطي المقبل الذي نحلم به، ولكن يتحدث عن حقوق أساسية للاعتراف بآدمية العراقي. لماذا يعدم العراقي؟ يعني تأتي الكلاب لتنهش بالسجين أو بالخصم السياسي وهو حي. أنا أتحدث عن حق هذا السجين في الموت بكرامة. فلذلك في بلاد أوضاعها وصلت تحت الصفر في الظلم من الداخل والخارج عليك أن تضع سلم للأولويات. أنا لا أترأس محكمة في التاريخ ولست على رأس مجموعة من المحلفين، ولكن إذا لم تستنتج من كل هذا الكلام أني أرى أن السياسات التي انتهجت في العراق كانت خاطئة، وأن الأسلوب الذي قيدت به هذه البلاد خاطئة، وأن كل الذي تريده مني أن أسمي شخصا باسمه أو أن أجرح أسماء معينة، أنا لا أفعل ذلك لأني لا أريد أن أبدأ من النتائج، أريد أن أبدأ من المقدمات، من الجذور. فمن المسؤول عن الذي حصل إذن؟ أنا أسألك الآن. المسؤول أولئك المتريفون الذين أتوا إلى السياسة على دبابات في عشية وضحاها، وهذه العلة تصيب معظم الحركات الثورية في العراق، وقد تظهر قيادات مماثلة للقيادة الحالية في عقود أخرى إذا لم نقاوم المرض من جذره. ماذا قدمت للعراق والمجتمع العراقي والوطنية العراقية من خلال تعاملك مع النظام؟ الوطنية العراقية تعبير شامل يتعلق بالدفاع عن وحدة هذا البلاد ووحدة تربة البلاد، وعن مواجهة تحديات في الداخل والخارج، عن الانغمار في برامج التنمية وإنماء المجتمع، عن تحقيق تنمية ثقافية، تنمية اجتماعية في البلاد. نحن كنا نعمل في الجانب السلمي وفي الجانب البنائي. يمتى تسافر يا قمر وصيك والوادم تظن شي تدليك؟ يمتى تسافر يا قمر وصيك